عرض المال الأخيرة المقدم من النادي من أجل حسم ملف التجديد بشكل نهائي، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم الدخول في أزمات تعاقدية جديدة. ديانج عايز ياخد $1,800,000 في السنة، والأهلي عاوز يديله $1,200,000. وفي حالة تجاهل ديانج للعرض هيتم التحرك لتسويقه خلال الفترة المقبلة، سواء عن طريق إعارته أو بيعه بشكل نهائي للاستفادة المادية والفنية بدلا من استمراره دون حسم موقفه. أكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية لازم الأهلي يتحرك ويطلب عودة وسام أبو علي إلى صفوفه بدلا من انتقاله لنادي طرابزونسبور التركي. وتابع شوبير وسام أبو علي مهاجم قناص، وأنصح الإدارة بالتحرك لبحث إمكانية عودته من جديد من خلال جزء من المقابل المادي الخاص بانتقاله إلى صفوف فريق كولومبوس الأمريكي. وأضاف شوبير قائلا: يا وسام أنا من غيرك ماليش عنوان. غضب من النادي الأهلي بشأن اللاعب الغاني دوجلاس أوسو لاعب نادي رانديكا الصربي، وهناك استياء شديد من جانب النادي الأهلي بشأن ما يخرج من تصريحات من جانب فريق رانديكا الصربي بشأن وصول عرض القلعة الحمراء لضم اللاعب إلى ما يقرب من $2.5 مليون، وهو ما قد يتسبب في طمع بعض الأندية الخارجية في القلعة الحمراء خلال التفاوض مع صفقات أخرى. ويرفض النادي الأهلي حتى الآن فكرة زيادة المقابل المادي عن $500,000. وهناك غضب بسبب تصريحات إدارة الفريق الصربي بشأن قيمة عرض القلعة الحمراء بعد الحديث عن وصوله إلى $2.5 مليون، وهو الأمر الذي لم يحدث خلال الاستفسار عن اللاعب. النادي الأهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بسرعة التفاوض مع ثنائي أجنبي من القارة الأفريقية لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بالتحرك سريعا لحسم صفقة بلولو في ظل اقتراب فشل المفاوضات التعاقدية مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه لاعب نادي جيسا السويدي بسبب المغالاة المالية من جانب اللاعب وناديه. كشف مصدر من داخل الأهلي أن حسين الشحات لم يتفق مع الإدارة على ملف تجديد عقده مع النادي حتى الآن، ونفس الأمر ينطبق على أحمد عبد القادر. وأكد المصدر أن حسين الشحات هو الأقرب للرحيل للدوري الليبي، وذلك بسبب وجود خلاف على قيمة العقد الجديد وفترة التعاقد، حيث يرغب الشحات في التجديد لمدة عامين وينتظر رد من النادي يا إما بالبقاء أو الرحيل. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب أفريقيا: في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، قدامهم مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو. وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. وتقام المباراة اليوم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أضرار الكبير بالمغرب. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وشكرا.